بسم الآب والابن والروح القدس واحد آمين. أحبائي، حابب أبتدي معاكم كورس عن أنواع الشخصيات، وهاخد معاكم النظرية اللي بتتكلم عن 16 شخصية. هو في نظريات كتيرة، بس النظرية الأكثر اتساعا اللي هي أخدها الاختبار بتاعها، يعني أخدها أكثر من 100 مليون فرد لغاية دلوقتي، ولسه كمان ناس أكتر وأكتر بتاخدها. فالنظرية دي هي أكثر شيوعا من أي نظريات تانية. وكمان الميزة اللي فيها انها قسمت انواع الشخصيات ل 16 شخصية. 16 شخصية يعني معناهم انهم بيتكلموا في تفاصيل كتيرة جدا، فتقدر تلاقي نفسك بكل تفاصيلك في نوع معين من ال 16 دول. نظريات تانية اقل، اعلى نظرية فيهم في نظريات تانية كانت وصلت ل 14، محدش عدى 16، فالنظرية دي اكترهم. النظرية ديت من دون يعني رجوع لتاريخ بدايتها ولا آخره، بس هي بتسند النظرية ديت لماير بريجس، الأم والبنت كاثرين وإيزابيل، هم اللي اشتغلوا على دوت. وحتى الاختبار بتاعهم اسمه MBTI، اللي هي معناها ماير بريجس تايب انديكيتور، اللي هو مؤشر النوع. هنا النوع بنقصد النوع الشخصية، وطبعا لان مؤشر النوع دوت منسوب ليهم فتحط اللاست نيم بتاعهم الاول هو ماير بريجس، بعد كده مؤشر النوع. فهناخد مع بعض ال 16 شخصيه. طب ليه هندرس ال 16 شخصيه؟ اولا حاجه مهمه قوي انك تعرف نفسك. انت لو ما عرفتش نفسك هتلاقي في اوقات كتيره انت بتعمل حاجات مش انت، بتحاول ترضي الظروف او بتحاول ترضي الناس او بتحاول ان انت تيجي على نفسك عشان الناس تقول في حقك كلام كويس. كل الحاجات دي بتسيبنا في الاخر في حته ان احنا تعبانين متضايقين مش عارفين نعيش بحياتنا، نفسنا، تلقائيتنا، شخصيتنا، مش عارفين نعيش. فلاننا مش عارفين شخصيتنا بالتالي مشوشين. لو رأي الناس فينا في الاتجاه ده بنفتكر ونصدق ان هو يبقى كده، لو رأي الناس في اتجاه تاني بنفتكر برضه ونصدق ان هو الاتجاه التاني، ويطلع في الاخر ان احنا مش عارفين احنا كده ولا احنا كده. فليه بندرس انواع الشخصيات؟ عشان الواحد يعرف نفسه. مش بس تعرف نفسك، انت عايش مع ناس، او انت عايشه مع ناس، يعني انت عايشه مع زوجك وعايشه مع اولادك. لو انت مش عارفه شخصيتك ومش عارفه شخصيته، طب هتتعايشوا مع بعض ازاي؟ هتفهمي كلامه وتصرفاته وطريقه تفكيره واسلوبه، هتفهميه ازاي؟ لو اي حاجه مختلفه عنك هتشوفيها بالعكس وهتشوفيها بالتضاد، وهتستغربي جدا هو ليه ما بيعملش زيك اللي انت بتعمليه. هو الموضوع مش كده، الموضوع هو ليه شخصيه وانت ليكي شخصيه تانية. نفس الكلام ينطبق على اولادك. احيانا بتقعدي تغصبي اولادك انهم يعملوا حاجه، يعني مثلا لو ابنك عنده امتحان بعد اسبوع، وانت من النوع اللي بيجهز حاجه بدري قبلها بكتير، هتلاقي نفسك مجرد ما سمعتي ان عنده امتحان بعد اسبوع عماله تزني عليه ليل ونهار، قوم ذاكر، قوم اجهز، الامتحان قرب، الدنيا خلاص، وهو ما بيعملش. انت بتتضايقي، بتتعبي، بتحسي ان هو في اللامبالاه، ان هو مش مهتم. الموضوع مش هو مش مهتم، الموضوع ان هو شخصيه تانية. فلانه شخصيه تانية فتلاقي نفسك ان انت بتتصادمي معاه في حاجات كتيرة، وانت مش عارفة تتصرفي عشان شخصيتك غير شخصيته، لكن انت لا عارفة نفسك ولا عارفة هو، فبالتالي بيحصل الصدام. على مستوى تاني في الشغل، مجموعة الناس اللي انت بتشتغل معاهم، مديرك اللي مسؤول عنك، لو انت شخصيتك حاجة ومديرك شخصيته حاجة تانية، كمية الصدام اللي هتحصل بينك وبينه قد ايه. ده احيانا الناس تسيب اشغالها عشان اصطدموا بشخصية المدير اللي هم مش عارفينها، تعبوا وراحوا سايبين الشغل. في الكنيسة ليه بتصطدم بالخدام؟ ليه بتصطدم بابونا؟ ليه بتحصل مشاكل؟ عشان لا انت عارف شخصيات الخدام اللي معاك، ولا امين اسرتك، ولا امين الخدمة، ولا كاهن الكنيسة، ولا اسقف المنطقة. انت مش عارف اي حاجة، فبالتالي كل تصرف بيحصل من اي حد بتاخده بطريقة شخصية، وان ازاي يتصرف كده، ازاي يتكلم كده، ازاي. كل الازاي ديت، علامات الاستفهام دي معناها ان ايه؟ انا مش عارف نفسي ومش عارف الشخص اللي قصادي. فليه هندرس الشخصيات؟ اولا لها فن، وثانيا انك تعرف نفسك وبالتالي ثقتك في نفسك تزيد اكتر،
هتبقى عارف انت بتعمل كده ليه، بتتصرف بالطريقه دي ليه، وبتفكر بالطريقه دي ازاي، وبتتكلم بالطريقه دي ليه. كل دوت هيبقى واضح قدامك عشان تعرف تتعامل مع اهل بيتك، مع مراتك، مع اولادك، تعرف تتعامل مع زمايلك في الشغل او زمايلك في الكنيسه، تعرف تتعامل مع كل الناس. ان شاء الله هاخد معاكم الشخصيه دي فيها 4 حروف ومقابل ليهم 4 حروف تانية. فاحنا هندرس كل حرف والمقابل بتاعه، وبعد ما ندرس ال4 حروف دول اللي بتتكون منهم الشخصيه، عايز اقول لكم ان بعد كاثرين وايزابيل ماير بريجس جم ناس بعد كده ضافوا حرف جانبي كده على ال4 حروف، فده برضو هندرسه الحرف الخامس دوت او الاضافه، وده برضو بيزود ايضاح اكتر للشخصيه، فبالتالي تبقى الشخصيه واضحه من كل الجوانب اللي هنعرف بيها شخصيه. بعد ما هندرس ال4 حروف والمقابل ليهم يعني 8 يعني، هنبتدي نخش في كل شخصيه. فالشخصيه متكونه من 4 حروف، والحرف الخامس اللي هو بيعملوا شرطه او داش كده، وبعد كده الحرف الخامس الاضافه يعني. فكل شخصيه هتبقى متكونه من ال4 حروف دول والحرف الاضافي. مش محتاجين تحفظوا الحروف، لان حاجه حلوه ان كل شخصيه من دول ادوها اسم. فاحنا لما هنيجي لل4 حروف بتوع الشخصيه هنقول الاسم بتاع ال4 حروف دول ايه، يعني سموا الشخصيه ديت ايه. فانت كل اللي محتاجه انك تعرف اسم الشخصيه بتاعتك، وده اسهل بكتير من انك تقعد تحفظ حروف، انك هتتلخبط فيها لما نقعد نتكلم على انك تحفظ حروف يعني. وبالتالي برضو الناس القريبين منك واللي انت مهتم بيهم تقدر تحفظ الاسامي بتاعت شخصيتهم عشان تفتكر هم بيتصرفوا وبيتكلموا بالطريقه دي ازاي. ان شاء الله في الحلقات الجايه هكمل معاكم. الاول ندرس ال4 حروف والمقابل ليهم، بعد كده هندرس كل شخصيه من 16 عشان كل واحد يعرف نفسه كويس ويعرف الناس اللي حواليه. فهنبتدي ان شاء الله من الحلقه الجايه ان احنا نشتغل على كل حرف والمقابل ليه، وبعد كده نشتغل على الشخصيات. أشكركم وهنتابع مع بعض في الكورس إن شاء الله.